الفيديو دوت انا عاملهولك مخصوص عشان خاطر اساعدك ان انت تخرجي من الحاله اللي انت فيها بسهوله بامر الله عز وجل. كل حاجه مريتي بيها من الم، من حزن، من وجع، من اساءه شفتيها من اي حد، كل ده في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امبارح كنت نزلت لكم فيديو وقلت ان انا النهارده ان شاء الله هنزل لكم فيديو اتكلم فيه عن الناس اللي هي بتبقى حزينة وموجوعة، عن كل حد بيبقى من جواه في ألم ومش عارف يخرجه، في حزن وفي زعل جوه منه وضاغط على نفسه ومش عايز يبينه قدام حد، عن كل حد بيبقى نفسه يبكي ونفسه يتكلم ويشكي بس مش عارف يعمل ايه وما عندوش ثقة في حد. عايزة اقولك ان الفيديو ده ليك، بس صلي على الرسول وما تنساش تعمل لي الاشتراك واللايك وتسمعني من اول الفيديو لحد اخره، لان ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي فيه يا اما في اوله يا اما في نصه يا اما في اخره الحاجة اللي تناسبك. والله المستعان. اول حاجة عايزة اقول لكم ان الالم اللي انتوا مريتوا بيه، الجرح اللي جواكوا واللي وجعكوا، احساسكم بانكم عايزين تبكوا وخايفين تبكوا قدام اي حد عشان ما حدش يحس انكم انتوا ضعفاء، او ان نعرف اولا ان اللي انت فيه من حزن دوت ومن الم انت هتؤجر عليه. والله العظيم هتؤجر عليه. كل اللي انت مريت بيه من وجع ومن الم انت هتاخد عليه حسنات وحسنات كتيره، ما تزعلش. وده بالدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني عارف أبسط حاجة، لما أنت تبقى ماشي كده وحاجة تشكك في رجليك أو تشكك في إيديك، الشوكة اللي شكتك ديت دي حاجة بسيطة هتاخد عليها أجر، بتكفر من ذنوبك، بتكفر من سيئاتك. اعرف ان ربنا بيحبك، اعرف ان ربنا بيحبك وان انت ليك مكانة عند الله عز وجل، وربنا رايدك انك تخش المكانة ديت، بس انت مش هتنول المكانة ديت الا باللي انت عديت بيه ده، الا بالوجع اللي انت شفته، الا بالألم اللي انت حاسس بيه. اللي انت فيه ده ابتلاء، والابتلاء بيحتاج صبر، بيحتاج انك تكون قوي عشان تقدر تعدي بيه. سيدنا محمد مش هو حبيب الله عز وجل وكان مبتلى؟ اوعى تفكر ان ربنا بيكرهك عشان كده انت مريت بالحاجات ديت وبيحصل لك الحاجات ديت، سواء كانت حصلت وفاتت او اذا كانت لسه بتحصل لك. اوعى تفكر ربنا بيكرهك، ربنا مش بيكرهك، ربنا بيحبك. كل الانبياء مروا بابتلاءات. شوف سيدنا ايوب ابتلى في صحته، شوف سيدنا يوسف لما اخواته رموه في البير، شوف سيدنا يونس. فاللي انت بتعدي بيه دوت هيعدي، هيعدي، بس ارضى واصبر وخليك قوي. دي اول حاجة عايزة اقولها لك. تاني حاجة، عشان تخرج من المرحلة اللي انت فيها دي انت محتاج انك تقرب من ربنا. ممكن تكون انت بعيد عن ربنا وانت مش حاسس، فربنا عايزك تقرب منه، وبيحصل لك ده عشان ربنا يفوقك ويقول لك تعالى يا عبدي ارجع ليا. لو ما بتصليش صلي، لو بتعمل حاجة وحشة ابعد عنها، تعالى بالليل اقعد مع الله عز وجل، اختلي بربك اللي خلقك واللي عالم باللي فيك واللي جواك، وهو وحده عارف ايه اللي انت حاسس بيه من جواك. اتوضى في الثلث الاخير من الليل قبل الفجر، ممكن تبقى كل واحد على حسب مقدرته، ممكن قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بنص ساعة، المهم الثلث الاخير من الليل اتوضى، صلي ركعتين، وانت بعد ما تخلص الركعتين اقعد على مصليتك استغفر الله عز وجل وصلي على الرسول وادعي ربنا
ان ربنا يزيح عنك اللي انت فيه. ادعي ربنا ان ربنا يشرح صدرك وييسر امرك وينور قلبك. ادعي ربنا ان يزيح عنك الهم والحزن والغم. بعديها اشكي لله عز وجل، ابكي. مش انت نفسك تبكي وما انتش عارف؟ ما اجمل ان تنزل دمعتك بين ايدين الله عز وجل. والله ربنا هيخرجك بعديها على طول من اللي انت حاسس بيه وعن تجربة. وقول له يا رب انا حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، يا رب خلصني من اللي انا حاسه بيه جوايا. اشكي واحكي لله عز وجل، واطلب من الله عز وجل ان يطيب جرحك ويداوي قلبك. وقول يا رب اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي وضعفي وهزلي، وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا الله. كررها واستشعر بيها، استشعر قد إيه أنت ضعيف ومحتاج لقوة الله عز وجل. عارفة بعد ما انتوا ما تعملوا كده هتحسوا براحة كبيرة، هتحسوا كأن في جبل على قلبكم ونزاح. تالت حاجة محتاجينها ان احنا نتكلم مع شخص بنثق فيه. طب هتقولي انا ماليش شخص اثق فيه، يبقى زي ما قلت لك شكواك لله عز وجل. رابع حاجة، هاتي ورقة وقلم او كراسة واقعدي اكتبي انت وهي. اكتبي كل اللي وجعك، كل اللي وجعك اكتبوه. خد منكم صفحة، صفحتين، 3، 4، يكشي ياخد الكشكول كله. اكتبوا كل اللي مزعلكم، كل اللي وجعكم في قلب الكشكول ده. وبعد ما تخلصي امسكيه، قطعيه. وانت بتقطعه او انتي بتقطعيه حسي ان انتي بتقطعي معاه الاحزان اللي جواكي. استشعري وانتي بتقطعي كل ورقة ان انتي بتقطعي الحزن اللي جواكي، بتقضي عليه تماما وما تسيبلوش اثر جواكي تماما. بعد ما كتبتيه وقطعتيه ارميه. وانتي بترميه انا برمي الحزن اللي جوايا، برمي الغضب اللي جوايا، برمي المشاكل اللي وجعاني اللي جوايا. بصوا، رابع حاجة او خامس حاجة، اما تكونوا زعلانين او مهمومين او عندكم مشكلة، بلاش تقعدوا في الغرفة وتقعدوا مع نفسكم لوحدكم، لان كده العقل بيفتح فايلات بالحزن ويذكركم بقى بالاحزان اللي فاتت، واللي من 20 سنة حصل، واللي من 10 سنين، واللي حصل الشهر اللي فات، واللي حصل الاسبوع اللي فات. لا، نقفل على عقلنا كده الحتة ديت خالص. طب نعمل ايه عشان عقلنا ما يفتح لناش فايلات بالحزن؟ قوم من مكانك، اتحركي، انزلوا اتمشوا، اتفرجوا على المحلات، اشتروا حاجة، او قوموا اشتغلوا واعملوا اي حاجة. فاكرين زمان امهاتنا، لو انتوا فاكرين، يعني لو حد فاكر يعني من جيل الثمانينيات، يعني اكيد هيبقوا عارفين حاجة زي كده. كنا زمان نلاقي امهاتنا لما يبقوا زعلانين كنت تبصي تلاقي امك قايمه، اي ست مصريه تلاقيها يعني عارفه الحوار ده، تلاقيها قايمه عماله تنكت الدنيا، تطلع غسيل تغسله، تجيب المواعين تنزلها كلها وتغسلها من اول وجديد، تلاقيها ماسكه الشقه عماله تسيق فيها تنفض فيها. بس كانوا بيعرفوا يخرجوا نفسهم من اي حاله هم فيها. فانا عايزاكي تعملي كده. انت كست بيت لما تحسي بنفسك زعلانه، في مشكله، في حاجه مضايقاكي، ما تقعديش بقى تهري وتنكتي في نفسك، لا، قومي اشتغلي، اعملي اي حاجه، نزلي المواعين من تاني واغسليها، نزلي الدولاب وطبقيه من جديد، اعملي اي حاجه. مهم ان انت ما تديش لعقلك فرصه ان هو يفتح لك فايلات للحزن. انت بكده بتقفلي على عقلك السكه ديت، فتعرفي تعدي المحنه اللي انت فيها بسهوله ويسر. اخر حاجه عايزه اقولها لكم،
وانهي بيها الفيديو، ودي حاجة مهمة جدا. في دعوات كتيرة احنا اتعلمناها، في مننا اللي فاكرها وفي مننا اللي ناسيها. اول دعوة لما تكون حزين او مهموم تقول: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيديك، ماضيا في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وغمي. قوله 3 مرات بنية ان ربنا يرفع عنك الهم والحزن. الدعاء اللي قاله وربنا نجاه بيه هو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. افضل ردد الدعاء دوت، ردده 100 مرة، 200، زي ما تقدر، يعني كل واحد ومقدرته. أنا مش هحدد أرقام، بس ردد لحد ما تحس إن قلبك ارتاح. وفي حاجة كمان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا كل يوم في أذكار الصباح والمساء، في أذكار الصباح والمساء نقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلعة الدين وغلبة الرجال. كل يوم الصبح قولها 3 وبالليل قولها 3. وأهم حاجة، أنا مش متذكرة حاليا الحديث بالظبط، بس اللي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كتير يكفى هم الدنيا والآخرة. ربنا بيكفيه شر أي حاجة في الدنيا وفي الآخرة. فأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعارفين يعني وانت بتصلي على الرسول كده، لو قعدت كده مع نفسك وقعدتي كده مع نفسك وقعدتوا تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيتوا مركزين كده في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هتستشعروا بحاجات جميلة قوي، وهتستشعروا بسعادة وبراحة بالعدد اللي ربنا يفتح عليكم بيه. بس اعملوا لكم ورد يومي للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم، الركعتين اللي هم آخر الليل دول مهمين جدا. كل يوم اعملهم بينك وبين الله عز وجل. اصرخ، ابكي، اشكي، احكي لله عز وجل. هو سمعك وشايفك وهيرحمك. وما تنساش ان الله هو الرحمن الرحيم الحنان المنان الطيب الودود القريب، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه. عايز أكتر من كده إيه؟ إن شاء الله بإذن الله عز وجل لو عملت اللي بقولك عليه وعملتي اللي بقولك عليه، أنا واثقة إن انتوا هتشعروا بفرق كبير قوي وتحسن كبير قوي. ولو بعد كل ده ما حسيتوش بتحسن أو بفرق، يبقى إذن انت كده محتاج تروح لدكتور نفساني. ويا رب أكون فدتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان قناتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.